أما الأمر الثاني للتوفيق فهو الأخذ بالأسباب التي تحقق وتعين الإنسان على أن يكون موفقا، وأعظمها وأجلها على الإطلاق كتاب الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تجد توفيقا إلا بالقرآن والسنة. فمن رزقه الله عز وجل حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن والتأثر بالقرآن والبكاء من آيات القرآن والخشوع عند سماع القرآن وحب سماع القرآن والتأثر عند سماعه، فإنه أقرب الناس إلى التوفيق وأقربهم إلى التحقيق وأقربهم لسلوك أقوم طريق. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أن تحب كتاب الله، ومن أحب شيئا تأثر به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. السبب في هذا أنه سيتأثر بهم ويقول بأقوالهم ويعمل بأعمالهم. فحب كتاب الله، وليكن شعارك دائما أن تكون بخير المنازل مع كلام الله عز وجل. لا ترضى لنفسك مع القرآن بالقليل، إياك ثم إياك أن ترضى لنفسك من القرآن باليسير، بل عليك أن تجد وتجتهد، تحاول حفظ القرآن، ثم تحاول فهمه وتدبره، وتحاول تطبيق كل ما جاء في كتاب الله عز وجل. وإن من التوفيق أن تجد الإنسان إذا نشر كتاب الله بين يديه أحس كأن الله يأمره وينهاه، فيبكي لوعده ووعيده ويخشى من تخويفه وتهديده. وإذا سمع الجنة طار شوقا إليها، فتجده ينتظر متى ينتهي من القرآن لكي يعمل خصلة من الخصال التي سمعها في كتاب الله عز وجل. يسمع كتاب الله عز وجل يأمره بالصلاة، فيكون أسبق الناس إلى الصلوات وإجابة الدعاء والمسابقة إلى الصفوف الأول، والتأثر بسماع الأئمة والقراء والخشوع عند سماع القرآن. يتمنى أن منزلته بالصلاة أعلى المنازل وأشرفها وأجلها، ويحطم هذه النفس ويهينها ويذلها في قرب التقرب إلى الله عز وجل بذلك. يسمع كتاب الله يدعوه إلى الصدقة، فلا يمر على مسكين ولا محتاج ويستطيع أن يعطيه شيئا إلا أعطاه، ولا يمر على مكروب أو منكوب أو مفجوع أو مفزوع ويستطيع أن يشفع له أو يقضي حاجته إلا سعى له في ذلك. فلا يزال العبد يجتهد مع كتاب الله عز وجل حتى يبلغ أعلى درجات التوفيق، وهذا في طلب الخيرات. ثم ينظر في كتاب الله عز وجل في زواجره ونواهيه، فبمجرد أن يقرأ الآية تنهاه عن حرمة من حرمات الله، نظر أين مقامه من هذا النهي، وأين هو من هذا القرآن الذي نهاه وزجره، وأن هذه الآية التي تلاها حجة عليه بين يدي الله عز وجل، فيخاف ويخشى، فيقاد إلى التوفيق لترك المعاصي والزهد فيها واحتقارها واحتقار أهلها، والبعد عن مواطنها ومظانها وما يرغب فيها وما يدعو إليها وما يزينها، لأن القرآن قام على هذا. فإذا قرأت القرآن وجدته يزهدك في كل شيء فيه معصية الله عز وجل، يزهدك بتحقير المعصية، يزهدك بتخويفك من المعصية، يزهدك بكشف حقيقة المعصية. انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف يقود الإنسان إلى التوفيق، وهو يكشف له حقائق الأمور. ولذلك يحرم الإنسان التوفيق متى كان على عينه غشاوة فأصبح كالأعمى لا يدري أين يذهب، لكن الموفق عنده بصيرة يكشف بها حقائق الأمور بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هذا هو القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالموفق هو الذي اهتدى بالقرآن وكملت هدايته بالقرآن، لا يستطيع أن يقدم أمرا على أمر القرآن. لو قيل له إن الناس كلها تخالفه والقرآن وهو متمسك بالقرآن لم يبالي بالناس أين ذهبت. إذا قيل له إن الناس تستهزئ به وهو يعمل بالقرآن ويقول بالقرآن لم يزده ذلك إلا تمسكا. إذا تغير الزمان وفسد الناس فأصبحت التساهل في الحدود والمحرمات وأصبحت آيات القرآن منسية، كان الموفق أقرب الناس لكتاب الله، وزاده ذلك تمسكا بكتاب الله وحبا لكتاب الله، فلا يؤثر في سخرية الساخرين والاستهزاء المستهزئين. من دلائل التوفيق أنك تجده مع القرآن في جميع أموره أمرا ونهيا وترغيبا وتحبيبا. إن الرجل
يجمع المال ويكدح في جمعه آناء الليل والنهار فيبني بيتا أو ينشئ مزرعة أو يرى الذهب والفضة بين يديه يلعب بها لعبة، فإذا قرأ القرآن وسمع آيات الله عز وجل تحركه لضعفاء المسلمين وأراملهم ومعوزيهم وبائسيهم خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، وخرج يلتمس الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين ويعطيهم شيئا تعلقت به نفسه فاحتقر هذه النفس وهانها أمام كتاب الله. هذا هو الموفق